زي ما بتركزوا في اللون وفي القوام التقيل وفي الشفافية العالية، ركزوا في اللي أهم من ده كله، في النضافة، في الرغوة، في الريحة الحلوة، في الكمية الكبيرة، في التوفير يا جماعة. أهم حاجة التوفير في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي، والأسعار الغالية اللي احنا فيها دي. دي كمية أكتر من 3 لتر، هتعمليهم في البيت بإيديك بمنتهى السهولة، وانت واقفة في المطبخ بتشتغلي عادي، في يومك العادي تطبخي، تغسلي مواعين، تروقي، تنظمي، ترتبي، هتعملي كمية زي دي. مش هتاخد منك ربع ساعة، مش هتكلفك أكتر من 10 جنيه، أقل كمان إن شاء الله بإذن الله، وهنحسبها مع بعض بالمليم. إيه بالمليم؟ وقعد في مليم دلوقتي يا جماعة بالجنيه، وإحنا شغالين في الفيديو إن شاء الله. تمام. وزي ما بقولك وهعيد عليك تاني، ركزي في النظافة، في الرغوة، في الريحة العطرية، في التوفير، في الكمية الكبيرة اللي انت هتعمليها. أول حاجة هطمنك عليها الرغوة. بعد ما تطمني على الرغوة، شايفين أنا باخد جزء بسيط قد إيه؟ وكمان أنا بجرب معاك الرغوة بليفة عادية مش بالسبونشة. لو السبونشة السفنج دي بتبين الرغوة أضعاف، لكن دي بيبين لك الرغوة الحقيقية. طيب، بعد ما تشوف الرغوة وتقتنعي، هوريكي دلوقتي النظافة في جزء بسيط قوي من عيون البوتاجاز اللي هي بتتحرق بقى مننا كده أثناء عملية الطبخ. ولما بتسيبيها أسبوع والتاني، ممكن تخلي لك العين دي كلها لونها عبارة عن أسود كده خالص. لا، أول بأول كده دعكيها. طول ما انت بتصنعي معانا صابون بلدي وبتحوليه لجل أو بتستعمليه في صورته كده الصلب عادي جدا، مش هيبقى عندك أي حاجة من دي تشتكي منها خالص، لأنك أول بأول هتغسليها وهي خفيفة كده، قبل ما تتراكم وتبقى عبارة عن حروق مزمنة ما تطلعش إلا بصعوبة. أنا هجرب معاكي بس في الجزء الخارجي اللي بره ده، وبعد كده هشتغل عادي بقى واغسلها كويس قوي. لكن عايزة بس أطمنك على الوصفة إنها بترغي وبتنضف، وريحتها حلوة جدا وكمية كبيرة، ومش هتكلفك كتير. دي أهم حاجة عايزاك تركزي فيها. أما اللون بقى والشفافية والقوام وكل ده، ممكن تدور عليه بعد كده، تطمني بس على الأساس. شايفين النتيجة؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، إخواتي وحبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة الوصفة بناء على طلب أخت لينا في الفيديو الأخير، كتبت لي تعليق وقالت لي عايزاكي تعملي معانا صابون سائل شفاف بطريقة سهلة وبسيطة. احنا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نسبة شفافية حلوة جدا مرضية، وكمان في توفير وكمية كبيرة. هنعمل 3 لتر وأكتر كمان. احسبي بس معايا السوائل اللي هنستعملها عشان تعرفي الكمية في النهاية قد ايه. دول قطعتين صابون من اللي بنعملهم مع بعض كتير. هاخد منهم قطعة ونص التانية، يعني قطعة ونص حوالي، قولي كده القطعة ونص ممكن يكونوا 160 أو 170 جرام من الصابون المبشور. الصابونة كانت ناشفة جدا، وأنا ببشرها بيطلع منها بشر ناعم، وفيها أجزاء كده كانت بتتكسر، فمش هتدوب معانا بسهولة، بس هنتعامل عادي. كالعادة طبعا هندوب الصابون بعد ما بشرناه في لتر مية سخنة بتغلي. هنقلب واحنا بنضيف المية. تقدري تضيفي في المرحلة دي كوباية من السكر أو نص كوباية من السكر حسب المتاح عندك. هتعلي الرغوة وتخلي الوصفة دي مرطبة كده على ايديكي، ما يحصلش فيها جفاف يعني، ولا تقشر ولا حاجة، لأن السكر ده مرطب. النهاردة هنستعمل بقى الصابون الجاهز اللي احنا عملناه من الخلطة الجاهزة، فاكرينه؟ قلت لكم أنا مش بشتريه إلا عشان أصور معاكم وصفات، وعشان كده هندخله في وصفة النهاردة. شايفين الأجزاء اللي كنت بقولك عليها ما دابتش مهما تقلبي فيها، لأنها كبيرة، حجمها كبير عن الصابون الناعم اللي داب. هعمل إيه بقى؟ عادي جدا هتشيليها. أنا هجيب المصفى الصغيرة وأطلعها وهركنها جنب كده، أحط عليها شوية مية سخنين على بال ما أخلص الشغل في الوصفة هتكون فكت وبقت جل. هنضيفها مع بعض دلوقتي للكمية واحنا شغالين، يعني في الآخر مش بنرمي أي حاجة. تمام كده، تمام. شايفين بقى الجل اللي احنا عملناها ولسه دافي شفاف ازاي؟ ركزي بقى معايا. احنا دوبنا في لتر ميه كامل، وكملنا كمان بنص لتر، يعني الكميه دي اللي في البوله لتر ونص، مع طبعا كميه الصابون اللي احنا بشرناها. وادي اللتر كامل من الصابون السائل اللي احنا عاملينه من الخلطه الجاهزه. هنا بقى وانا بضيفه للجل اللي عملته من الصابونه نفسها، شايفين التغيير اللي بيحصل؟ لو انت ضفت هنا صابون شركات النتيجه هتكون غير كده. اللون مش هتغير والشفافية مش هتقل، بالعكس هتزيد.
ولو استعملت صابون سائل من اللي بالكيلو سايب هتبقى النتيجة مش هتفرق عن كده، لأن ده بيتعمل بخامات وده بيتعمل بخامات تانية، ده بيتعمل في شركات وده بيتعمل تحت في بير السلم، ففي فرق طبعا، في خامات رديئة وفي خامات جيدة. لأن أنا عارفة كمية الصابون اللي أنا اشتغلت بيها مع كمية الصابون السائل اللي فيها بودرات وتايلوز وملح وحاجات من دي هتبقى قوامها تقيل، فأنا بزود مية احتياطي. عايزين نعمل صابون سائل ما يكتلش، عشان كده هنخليه قوامه خفيف جدا، يدوب كده أتقل من المية. هنسيبه يهدى خالص ونرجع نشوفه عشان نحكم على القوام بتاعه. كنت عاملة الصابون الصبح، أنا هنا بصورهولك آخر النهار، يعني تقريبا بعد ما صليت العشاء. شايفين القوام عامل ازاي؟ بالنسبة لك ممكن يكون كده حلو قوي، بس بالنسبة لي أنا في جو الشتا ده لأ مش حلو. ليه بقى؟ هيبقى حلو أول يوم وتاني يوم، تالت يوم هيكتل. طبعا في نسبة شفافية ما شاء الله حلوة، في تصديفة طبيعية بدون أي مصدف ولا ألوان مايكا، وده لون الصابون الجاهز اللي احنا عاملينه من الخلطة الجاهزة، ما ضفناش أي لون. هعمل ايه بقى؟ هزود كمية مية يعني حوالي لتر كمان، وهقلبه أخف القوام بس عشان أنا مش عايزة الصابون يكتل. لتر مية باردة أو دافية، المهم تقلبيها كويس قوي عشان الصابون ما يبقاش فيه أي كتل جل ما اختلطتش مع المية. بعد التقليبة دي هنسيب الصابون برضو يهدى شوية. شايفين اللمعة والتصديفة دي طبيعية خالص، ممكن من الصابون الصلب اللي احنا عاملينه بإضافات معينة، أنا مصورتش معاكم الوصفة دي. وممكن كمان يكون من الخلطة الجاهزة، هضيف بس سنة لون تبين لك بقى جمال الجل علشان تاخدي النتيجة اللي شفتيها في أول الفيديو. شايفين القوام خفيف ازاي؟ هيتقل برضو، بس هيتقل بقى يوصل معاكي لقوام الصابون السائل العادي اللي بتشتريه من بره، وان شاء الله باذن الله مش هيكتل. وهقول لك برضو في الفيديوهات اللي جايه ان كان كتل معايا ولا لا. شايفين القوام خفيف ازاي؟ بس بقى هنسيبه لتاني يوم الصبح. بس الاول هوريك القوام لازم يكون سلس معاكي كده. احنا استعملنا بقى سوائل قد ايه؟ احسبي كميه الميه هتلاقيها اكتر من 3 لتر. تعالي نحسب التكلفة قد ايه. احنا عملنا الكمية دي كلها من قطعة ونص من الصابون، مش قطعتين كاملين. وادي البقايا اللي ما كانتش دابت انا دوبتها بره في مية سخنة وبضيفها للكمية اهو، يعني ما بنرميش حاجة زي ما بقولك بالظبط. القطعة ونص صابون اللي عملنا منهم الكمية دي مش هيكلفوكي 5 جنيه، اقل من 5 جنيه. واللتر الصابون السائل اللي احنا خدناه اللي عاملينه من الخلطة الجاهزة، لو انت حسبت تكلفته، الخلطة دي بتعمل لك 8 لتر، تمنها كله على بعضه 30 جنيه، يعني أقل من 4 جنيه.